السلام عليكم. أصيبت سيدة من ولاية تكساس الأمريكية بالشلل بعد تعرضها لهجوم من شخص قام بسرقتها في مركز تسوق من منطقة هيوستن. ووقعت الحادثة عندما قامت نونغ ترونغ البالغة من العمر 44 عاما بسحب مبلغ من المال من حسابها المصرفي، حيث تبعها شخص حتى مركز التسوق وقام بمهاجمتها. ووثقت كاميرات المراقبة عملية الهجوم على نونغ، حيث ظهر الرجل وهو يمسك بالسيدة ويحاول انتزاع الظرف الذي احتوى على المال. وعندما وجد مقاومة من نونغ، أقدم الرجل على حملها وضربها بقوة على الأرض ليفر لاحقا بالمال الذي سرقه. وحسب ما ذكرت شركة فوكس نيوز الأمريكية، فقد أصيبت نونغ بالشلل نتيجة لتلف أصاب العمود الفقري من جراء الهجوم. جدير بالذكر أن اللص الذي لم تقبض عليه السلطات بعد قد تمكن من سرقة 4300 دولار كانت نونغ قد ادخرتها لزيارة عائلتها المقيمة في فيتنام. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.